تورم شديد جدا وحالة إعياء أدت بيها لدخولها المستشفى أكتر من 5 أيام، وأكتر من 4 أطباء اتعرض عليها حالتها، والناس كلها بتقول لسه ما فيش أي حاجة مؤكدة. بتعاني من الوحدة والضيق وحاسة إنها مش كويسة خالص، واستشهدت بحالتها وقالت هي دي حياة المشاهير اللي انتوا بتشوفوها وردية. وده كان كلام ملك أحمد زاهر بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة في الساعات الأخيرة. تعالوا بينا نعرف من خلال الفيديو ده تفاصيل الحكاية كاملة. انتشر بوست للفنانة ملك أحمد زاهر في الساعات الأخيرة على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، بتعرض فيه حالتها وبتقول إنها بتعاني من حالة مرض شديدة جدا ما تعرفش سببه. الحالة دي عبارة عن تورم شديد جدا في كل جسمها، وفي نفس الوقت مسبب لها حالات من فقدان الوعي، ومحدش لسه عارف هي عندها ايه. وحاولت انها تستشهد بالموضوع ده وتقول انها بتعاني من الضيق والحزن، وخصوصا بعد زواج اختها ليلى اللي كانت مالية عليها الدنيا ومالية عليها البيت. لكن اللي حصل لها في الساعات الأخيرة يأكد لك إن الحياة مش دايما ستريت ودايما بتمشي على وتيرة واحدة. وده الكلام اللي قاله أحمد زاهر في بوست ليه على موقع صور انستجرام. نزل صورة فيه لملك وقال إنها بتعاني من حالة مرض شديدة جدا، وطلب من كل المتابعين إن هم يدعوا لها بالشفاء العاجل. لكن لحد الآن ما ظهرش إيه هي الحالة المرضية لملك أحمد زاهر، وكل الناس بتدعي لها بالشفاء العاجل.